بقول لك يا زعيمه، انت مسافره ولا ايه؟ ايوه رايحه فين؟ اوكرانيا. طب وايه اللي اكتر حاجه هتوحشك في مصر؟ اه كشري. الكشري. كشري وايه كمان؟ وكفته وكباب. يلا. سلام. الله على مزاجك، الله. السلام عليكم يا جماعة. النهارده فيديو جديد. دلوقتي احنا مسافرين من مصر لاوكرانيا، هنوريكم كل حاجه، الاجراءات خطوه بخطوه، تحليل الكورونا، البي سي ار، الكلام كله اللي انت عايز تعرفه، والاسعار، الكلام ده كله هتشوفه في الفيديو ده ان شاء الله. ولاحظوا ان احنا مطقمين مع بعض، انا ابيض وهي اسود، احنا لابسين زي بعض ابيض واسود. ايوه صح؟ يا. فيلا بينا نشوف الدوتي فري جوه والاجراءات والدنيا هتمشي معانا ازاي لغايه لما نوصل اوكرانيا ان شاء الله. يلا بينا. يلا بينا، ودوس لايك دلوقتي، كومنتات، لايكات، شيرات يا جماعة. طب يلا بينا. حاجة مهمة جدا ناس كتير سألتني عليها، وانت مسافر معاك إقامة مؤقتة أو دايمة أو رايح سياحة لأوكرانيا، هل محتاج تعمل بي سي ار ولا تاخد التطعيم ولا محتاج ايه بالظبط؟ الموضوع كله لو انت رايح سياحة أو معاك إقامة مؤقتة فانت فعلا محتاج تعمل بي سي ار، تحليل الكورونا. أهو أنا عملته من المختبر طبعا في مصر ب 2000 جنيه. كل اللي محتاجه يعني بصوا مفيش ختم نسر ولا حاجة، هو معتمد. كل اللي انت محتاجه يكون عليه ختم الكيو ار كود عشان تأكدوا ان محدش لاعب فيه وان هو تمام يعني، وده ختم المعمل. وطبعا دفعت 2000 جنيه. في أماكن تانية بس بتبقى ب 1000 ونص وخدته في نفس اليوم. انا طبعا مش بعمل دعايه المختبر ولا انا عايز افيدك، لان هي دي الورقه اللي معايا. لو انت معاك اقامه دايمه فانت مش محتاج اي حاجه من دي. الثلاثه بقى اللي انا قلت عليهم، سياحه، اقامه مؤقته، واقامه دايمه، فطبعا وانت في مطار اوكرانيا محتاج تعمل تأمين صحي. محتاج تعمل تأمين صحي. أنا بعمله تبع شركة الطيران بدولار يعني ب 16 جنيه. وأنت بتحجز الطيارة وبعمل معاها التأمين الصحي، هتلاقيه في الاختيارات بدولار واحد 16 جنيه. والبي سي ار بتاعك طبعا هو سأل عليه وشافه وتأكد منه انه كله تمام. ودلوقتي تعالوا ناخد لفة في الديوتي فري ونكمل جولتنا في مطار القاهرة لغاية لما نوصل أوكرانيا، ونوريكم بقى شوية لقطات حلوة كده من اللي انتوا بتحبوها. يلا بينا. طب بقول لك ايه يا زعيم؟ ايه يا زعيمة؟ انا عاوزة فلوس كتير. عايزة فلوس كتير؟ أيوة. هتعملي بيها ايه؟ طب انا عاوزة بارفيومز وكلاموتن، كل كلاموتن؟ حاجة. ايوه. انت بتتكلمي الماني؟ طب تعالي نخش جوه ونشوف في ايه. يلا بينا. يلا يا جماعة، أنا رايحة أوكرانيا الحمد لله. أنا فرحانة جدا جدا جدا. و زي ما انت فين. انا دلوقتي رايح اوكرانيا اهو. طب ما شاء الله، انت ما شاء الله جدا. يلا اوكرانيا. يلا يا زي ما انت يلا. فرحان. فرحان جدا. يلا. اي سي. طبعا دلوقتي احنا رايحين على نقطة التفتيش، وده دلوقتي التفتيش اهو، حتى بيقلعونا الشرابات والجزم وكل حاجة. وده انا هنا عايز اقول لكم برضو لازم تغلفوا الشنط كده، الشنطتين مع بعض اهو. ودي اسعارهم 40 جنيه او 10 ريال او 5 دولار او يورو للشنطة الواحدة. فبرضه متهيألي السعر كويس، وده للكرتونة انا مش كتير. مش كتير، وبياخدوا بالهم من الشنطة كويس يعني، ومحدش بيفتحها والكلام ده كله، فدي حاجة كويسة جدا. يلا بينا. دلوقتي احنا خلاص اهو داخلين بقى عشان ناخد التيكتس، وتعالوا نكمل الجولة الجميلة جدا. يا جماعة احلى حاجة في المطار البتاع اللي بتقعد تمشي لوحدها دي، زي ما انتم شايفين كده من ورانا الحاجات بتمشي. احنا دلوقتي على انت راجل الكابوت ولا سلم ايه؟ متحرك، فانا راجل عنكبوت. اسمها ايه؟ راجل الكابوت. راجل عنكبوت. ماشي. فتعالوا نكمل جولتنا ونخش الدوتي فري ونوريكم شويه حاجات حلوه جدا بعد المراحل اللي احنا عدينا منها دي كلها، والطياره بقى وهي طالعه واحنا داخلين الطياره بص يا زعيم اهو، اكل جدا. قبل ما تسافري عايزه تاكلي بقى الاكل المصري عشان اكل بتاعتي جدا. الاكل بتاعتك. اهو بيتزا ما طب شاء خدي الله. تاخدي شيبسي. ايوه وشيبسي. وايه كمان اهو. وبطاطس عايزة الأكل كله؟ كفته وكباب وكشري وكل حاجه. كل الحاجات دي هتوحشك ايوه. اهو. طب خدي اي حاجه بسرعه قبل ما نسيب مصر. يلا بسرعه بسرعه باين بسرعه جدا. بسرعه. احنا دلوقتي داخلين الدوتي فري اهو، زي ما انتم شايفين كايرو الدوتي فري. منورين يا جماعه الكايرو ديوتي فري. فيكتوريا هتوري لنا بقى شويه حاجات. دي طبعا مخده لو انت طالع الطياره هتبقى محتاجها. فيري سوفت جدا اهي. وايه كمان يا فيكتوريا؟ اهو هنا عاوزه دي؟ ده جدا. دي عامله بس 100 دولار يعني 1500 جنيه. مش يا ما فيكتوريا؟ شاء الله. اهو بص قلبي. ايه ايه ده؟ ده بكام؟ ب 1500 جنيه. خش يا فيكتوريا، خش خش خش. طب خش. نعم. عايزه ايه؟ دي. يلا يا فيكتوريا، يلا حبيبتي، يلا عندنا عيال عايزين نربيهم. يلا خش امشي. انت مش بتحبيني خالص. الحب مش بالحاجات دي. نجيب لك واحده. ايوه. تعال نخش نشوف في ايه هناك. يلا. عاوزه تاكلي؟ واتشز يلا اجيب لك واتشز. هتجيبي لي واتشز ايوه اهو. لا بس انا بتاعتي برضو شياكه. ما شاء الله. شيك شيك. شيك. تعالي هنا. بصوا يا جماعه، بس ايه، عايز اخدكم جوله جميله كده اكنك في المطار. انا احب دايما ايه وانا مسافر او اي حاجه اخدكم معايا. اهو حرام
سنجس. حرام سنجس. بصوا الحاجات دي حرام. خدوا يا جماعه. يلا تعالوا معانا كده بصوا. طبعا هنا تلاقي التمر وجنب إيه؟ التمر الحاجات الحرام طبعا رخيصه، ابعدوا عنها. بلاش يا فيكتوريا توريهم الحاجات دي. طب يلا ببلاش. لا ببلاش ايه، ده حرام. حرام. احنا ممكن ناخد الحاجات دي نكسرها كلها، ولو حتى معاه ولعه ولا حاجه يروح مولع في الحاجات دي. طب انت فين؟ سيبنا مركزة واحدة. هنا بصوا عاملين اوفر بقى، مش عارف ده ايه، ده خل ده ولا ايه؟ عرف. طب $22 ده خل. يا لهوي، لا ابعدوا عن الحاجات دي. بلاش. ايه ده؟ ده الحاج جاك دانييلز بربون. عامل ب $35 يعني. مش عارف ليه، مش عارف ليه. طب يلا كفتة بالكباب. كان ممكن كده. مثلا يعملوا تمر، عرق سوس، حاجات روحانيه كده جميله على الحاجات. بلا باللبن. شاي بلبن مثلا. بلح باللبن. بلح باللبن. طبعا لو انت أيوة. بتدخن ممكن تيجي تشتري من تيجي في حاجات زي دي. تعال نشوف بكام خرطوشه السجاير. ب $58 والله. لا سعرها كويس. اهو. كويس والله. بس طبعا انا ما بدخنش عشان ده مضر بالصحه. في كمان بيتفننوا والله في صنع الحرام. انا مش عارف ليه بيتفننوا ان هم يعملوا الحاجات الحرام اللي احنا شايفينها دي. بس الشيشه المعسله انا بحبها الصراحه. بصوا. ده فودكا. ده دي بوني وده برفيوم $80. يا لهوي. احنا ممكن. يا لهوي صح؟ يا لهوي جدا. يا لهوي قوي. تعالى تعالى نفرج طب الناس. اتس ماي بارادايز. هنا عايزه أيوة. كل حاجه. ماي بارادايز ماي بارادايز. بتحب الحاجات دي؟ زريباي زبراي. زبراي. كل حاجة بتاعتي. زبراي دي معناها ان هي تاخد حاجه في المستخبى. قفشونا انا ولا مش إيه؟ حرامي. ايوه تعالى نخش هنا. يلا. طبعا جوتشي. طيارتنا فاضل لها حوالي ساعه، فاحنا بناخدكم معانا في الجوله دي زي كل سنه. عاوزه ايه؟ كيت كات؟ ايوه يلا كيت كات. يلا كيت كات. هات فلوس. خدي فلوس. طب كام؟ مش حاطين عليها سعر بس تعالى معرفش. ممكن نجيب كيت كات. اهو بص يا جماعه حلوه جدا. لو انت بتشوفنا لغايه دلوقتي دوس لايك دلوقتي عشان عمرو بيزو. طبعا الناس برضو في المطار خلينا نكون يعني منصفين. الناس والله ظبطت معانا الدنيا، مش انتوا بتوع التيك توك، مش انتوا اليوتيوبرز، وعملوا معانا الصح يعني. فلو بتشوفونا لغايه دلوقتي دوس لايك ويلا نكمل الفيديو. يلا يا جماعه. بص زي انا عاوزه برفيوم. ماشي. عاوزه ايه؟ برفيوم كده. ماشي. حلو جدا. انا بجيب لك كل حاجه نفسك فيها. ايوه. أهو. عشان جوزي زعيم. زعيم. ايوه. ده جوزي عسل. شكرا. جوزي راجل. الله يخليك. ايوه جوزي كل حاجه. الحمد لله يا جدعان. والله الهزار اللي بنعمله قصاد الكاميرا بيبقى ورا الكاميرا يعني. احنا بعد ما بنخلص الفيديو بجيب لها اللي نفسها فيه والله. دي يعني عايزه دي كمان. طب احنا نرجع نخلي الهزار بجد ولا ايه؟ ماشي. كام بقى؟ شوف لنا بكام بتبقى مكتوبه جنبه. ليه فين؟ هنا نير ات كده. تيكت تو ذا رايت اور ذا ليفت. مفيش سعر. شفتي؟ الحمد لله. نصيبك بقى. نصيب اهو. كام؟ كام؟ شي ويل نوت قلت لي This is حلوه ولا فاكس؟ يعني مش. طب حطي شويه. بوت صم. طب يا بنتي احنا بنسرق ولا ايه؟ ما تحطي شويه. مش حرامي. ده مش حرامي. لا والله حطي شويه. حرام عليك. يا بنتي والله عادي. والله حرام عليك يعني. والله عادي. حطي شويه، حطي شويه. لا. حطي كلونيا زي عم ابراهيم التوخي. خلاص. طب حطي كلونيا. 100 ايه؟ $114. $114. حلوه. Yeah, cheaper. ناخد 2. اوريكم حاجات جديده. She can show you new things. نيو سينكس. ايوه نيو سينكس. ايوه يلا تعالي نشوف ايه الجديد اهو. جرلان. وريني كده. جميل. ده ريحته شامبو ده. لا مش شامبو يعني. ايه ده؟ والله. بس يا جماعه احنا هننزل. هنطلع هنطلع دلوقتي يا جماعه. احنا رايحين للطياره بتاعتنا. هوريكم طبعا واحنا داخلين الطياره وشكل الطياره وجوه الطياره ولما نوصل بالطياره وكل حاجه على الطياره. وطبعا الرخامه كلها بتبقى في مطار اوكرانيا. بس لو ورقك سليم يعني ما تقلقش من اي حاجه. وهوريكم كل ده في الفيديو ان شاء الله لما نوصل. يلا بينا. طبعا
عايز اقول لكم برضو حاجه كمان، ان الطياره من مصر لاوكرانيا بتاخد من الساعه 3:30 هتتحرك، هتوصل 8 بتوقيت اوكرانيا، حوالي 3 ساعات ونص برضه، عشان الناس اللي بتسال الوقت من هنا لهناك قد ايه. وسعر التذكره حوالي بيبقى من $250 لغايه 450 وانت طالع. فانا تذكرتي يعني في العموم كانت ب 300. يلا بينا نكمل الفيديو ونطلع الطياره. في القهوه المصريه ازازه الميه دي بتنزل بنشربها ببلاش، هي بتبقى ب5 جنيه يعني، وساعات بنقعد نتخانق عشان نشيلها مع الترابيزه وكده. المهم يعني المصريين عارفين انا بتكلم عن ايه. في المطار هنا ازازه الميه دي ب40 جنيه، فلو عم رمضان شم خبر ولا ميدو ولا عاطف، ممكن دول صحابي، ممكن يعملوا لي حوار كبير ان انا دفعت 40 جنيه في ازازه ميه. والسنيكرز بكام دي يا فيكتوريا؟ 40 كمان. تخيلوا الشوكولاتايه دي ب40 جنيه، دي ممكن برضو الناس اللي بشتري منهم يموتوا فيها لو سمعوا الخبر ده. اقسم بالله it's the most expensive sneakers in my life. اغلى سنيكرز في التاريخ، وانا يعني هو تقريبا سعر اجنبي او سعر سياحي انا مش عارف. sneakers حلو جدا يعني ما فيش فرق، يعني هي سنيكرز هي سنيكرز، بس الميه دي اللي مجنناني عشان بس صحابي عارفين انا بتكلم عن ايه. واحنا دلوقتي خلاص رايحين على الجيت بتاعتنا وهنطلع زي ما قلت لكم. يلا بينا. طبعا يا جماعه دي تيكت الطياره، يلا بينا. زي ما انتم شايفين كده دي هتكون الطياره بتاعتنا اهي، وشويه كده لما البوردنج يفتح هنخش الاوضه اللي هناك دي من هنا، وبعد كده نطلع الطياره ونطير ان شاء الله على اوكرانيا. ده بيقعدوا يقولوا لكم ده سلم السعاده والكلام ده كله، هو عادي اهو طالعين الطياره ولا سعاده ولا حاجه، عادي يعني مفيش حاجه. بس ده اللي انا بقول لكم عليه، احنا طالعين دلوقتي الطياره. تعالوا نخش جوه نشوف الطياره عامله ازاي. هياخدوها منك على فكره، بس يلا بينا. بس انا مش عارف الباب فين. تعالوا كده نشوف الطياره عامله ازاي. يلا بينا على الايربلين. باي ذا واي how to say airplane Arabic؟ طيارة. يا لهوي يا جماعة، يعني عاملة ازاي معرفش. يلا نطلع على الطيارة دلوقتي. الحمد لله مش فلوكتويج. ده ألماني ده. داخلين الطيارة دلوقتي اهو، مضيفة الأوكرانية. خش يمين يا فيكتوريا. يلا شنطة تيك توك بوس. عشان تيك توك دلوقتي احنا في الطيارة اهو. الطيارة هتتملي كمان شوية، بس احنا خدنا السيلفي ده بدري عشان نوريكم الدنيا عاملة ازاي. ناس كتير جدا، هيجوا الناس كتير جدا، بس دلوقتي احنا بنوريكم الدنيا اهو. دي الطيارة بتبقى 3 كراسي كده، 3 كراسي، طيارة كبيرة. زي ما انتوا شايفين يا جماعة دي قاهرة حلوة جميلة جدا. ايه رأيك يا زعيم؟ لا جميل جدا يا ولا زعيم، يا ولا زعيم. الله 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 الله. طبعا يا جماعة ده لحظة الشروق من الطيارة. احب اوريكم كل حاجة. ده طبعا الموتور والجناح وكل حاجة اهو. بصوا الشروق حاجة ما شاء الله جميلة جدا، سبحانك يا رب. يلا فلاي. طبعا يا جماعه زي ما انتم شايفين كده احنا وصلنا مطار اوكرانيا. طب يا جماعه زي ما انتم شايفين كده ده اوكرانيا. يا لهوي يا لهوي. الزعيمه اهي وصلت بلدها وفرحانه. انت في البيت ماشي. هنروح بقى نشوف الجوازات هناك عشان ساعات بيرخموا ساعات بيبقوا كويسين. هشوف هيطلبوا ايه. هنروح هناك هقول لكم طلبوا مني ايه اول ما نخلص، عشان ما ينفعش نصور هناك طبعا اهو. يلا بينا كده. ده اليوتيوب باص. الشنطه بتاعتي فاضل واحده كده، واحده تانية كبيره كده. شفتوا الخبطه دي؟ درع اليوتيوب والتيك توك زي ما قلت. لهوي دي حرب ليه كده؟ بصوا بيعملوا ازاي. لهوي كبيرة اوي.
دخلنا على الباسبورات وختمت لي ومفيش اي مشكله خالص، هي بس شافت الاقامه واتاكدت وبصمت. اول ما بصمت البيانات بانت عندها فالاقامه ظهرت عندها، فمفيش مشكله خالص. وبعد كده بقى دلوقتي هنروح نجيب الشنط ونخرج بره ونقول لكم تاخدوا ايه عشان تنزلوا العاصمه. ويلا هننهي الفيديو قريب اهو، يلا بينا. يلا بينا. ويا جماعة take a pen with you. وخدوا قلم معاكم عشان هتحتاجوا قلم ضروري جدا في كل حته، يعني القلم بتاعنا سيبناه فوق مع العرب اللي فوق. يلا بينا. يلا. طبعا يا جماعه احنا خرجنا من هنا اهو، والباص هيجي هنا. الباص بينزل في قلب العاصمه، فوق بيبقى فيه اوبر. اول لما بتطلع كده انا بوريك كل حاجه عشان لو جيت، بيبقى فيه اوبر وكذا شركه تانية بتركب لهم من فوق بتعدلهم من هنا. لو مشيت على طول ودخلت يمين في قطر بقى اللي هينزل العاصمه. ودي فيكتوريا اهو، الشنط اللي خدناها، ودي شنطه التيك توك طبعا. ودي المواعيد بتاعه الباص من كل يعني بيجي هنا امتى وبيروح على فين. فاحنا هنركب الباص وننزل قلب المدينه وكده، نبقى ورنا لكم كل حاجه زي ما انتم شفتوا. وبعد ما ننزل العاصمه هنروح على بيتنا بقى. طبعا هو ده اتوبيس سكاي باص اللي قلت لكم عليه. ما اعرفش ده الناس دي نازله، الله الله. فده سكاي باص، دي فيكتوريا. يا جماعة انتوا عاملين ايه؟ احنا كويسين الحمد لله عشان في اوكرانيا. طبعا يا جماعه خدنا الاتوبيس زي ما قلت لكم اهو، وتكلفته كام؟ 200 جريفنا، 100 ليا و100 ليها. وده هينزل على قلب العاصمه، وبعد كده بقى هنتحرك ونقول لكم كل حاجه. ويلا بينا. يلا. وعايز اقول لكم برضو القطر بيبقى ب 80 جريفن. و80 الترين 80 صح؟ 80 جريفن، وبيوصل اسرع من الاتوبيس. الاتوبيس بياخد ساعه و10 دقايق، والقطر بياخد 40 دقيقه تقريبا. ويلا بينا. زي ما انتوا شايفين دي كييف، مصر ام دنيا. لا مصر ابو دنيا، واوكرانيا ام دنيا. صح يا زعيم؟ صح يا زعيمه. ده طبعا نهر دنيبرو يا جماعه، الناس اللي مش عارفه نهر دنيبرو الجميل. حلو جميل جدا. وبكده وريناكم كل حاجه. كان كل حاجه الفيديو بتاع النهارده. اتمنى اكون وضحت لكم الصوره كلها. عايزكم بس لو عندكم اي اسئله عن اوكرانيا او غير كده سيبوها لي تحت في الكومنتات. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه لايكات كمان يا جماعه. طب يلا بينا دوس دلوقتي. يلا بينا. سلام 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 سلام.